عادي جدا على فكره، ما حصلش اي حاجه. يعني انت اتغلبت النهارده 1-0 من اتحاد العاصمه في ماتش الذهاب، عادي. انت تقدر تيجي هنا وتعوض 1-0 و2-0. الفرقه اصلا فرقه اتحاد العاصمه فرقه مش قويه، فرقه عاديه جدا يعني، وعندها مساحات ورا رهيبه. انا النهارده لو بلعب بالفول تيم او بلعب بكل قوتي وما عنديش اجهاد بدني، انا اقدر اكسب. كنت اكسب لو بيزيد معايا من اول الماتش، بس طبعا عشان الاصابه وكده انا كنت خدت الفرقه دي 2-0 3-0 مستريح، وده الطبيعي بتاعها يعني. فالفرقه دي لازم يجي يتحط عليها هنا، فما حصلش حاجه. انت في اخر دقيقه كان جون ليك اتلغى واتحسبت عليك ضربه جزاء، وهي ضربه جزاء. وحسام عبد المجيد اتغاشم في الكوره دي، معرفش يعني عدم تركيز ولا ايه، ما علينا. المهم يعني اللي حصل حصل يعني، فالفرقه دي تقدر تعوض عليها هنا. وانا في الماتشات اللي فاتت كلها كنت بنتقد معتمد جمال. النهارده انا بحييه، بالرغم ان هو خسر الماتش في اخر دقيقه، بس انا النهارده بحييه اولا على التحفظ الدفاعي، ده رقم واحد. رقم اتنين، التشكيله اللي ابتدى بيها، هو لعب بطريقه 4-3-3 او 4-3-1-2، بس هي على الورق 4-3-3 صريحه يعني. وبحييه على فكره، النهارده هو بزيرة مصاب او عنده اصابه، فمش هيلعب 90 دقيقه او هيلعب ربع ساعه، او ممكن كانش يلعب خالص يعني. فاعتمد في التحولات بتاعته على شيكوبانزا، ودي انا شايفها كانت مجازفه منه، مجازفه بس مجازفه حلوه. ان انت تعتمد في التحولات على لعيب اصلا مجنون، لعيب ضد الطبيعه ضد الكوره. فبس انت ما عندكش حلول كتير، ما عندكش حاجات تختار من، ما فيش. فانا بحييك على المجازفه والفنيات بتاعت النهارده. بس انا ليه لوم على الثلاث لعيبه بتوع خط النص، فتوح وعبد الله السعيد ومحمد شحاته، وخصوصا في الشوط الاولاني. انا قطعت كور كتير جدا، وكان عندي تحولات اقدر اجيب بيها جون واتنين. ايه فكره التسرع في نقل الكوره وانه يحصل ميس باص؟ يعني انا ليه اقطع الكوره واروح جاي مباص بسرعه يحصل عندي ميس باص؟ انا ما العب بروح العب على يعني على الهادي. انت المفروض اصلا ان فكره التحولات كلها في البدايه مبنيه على الثلاث لعيبه اللي في خط النص، او عبد الله السعيد وفتوح بالذات، هم دول اللي بيعرفوا يطلعوا الكوره لقدام. فليه الاستعجال؟ فدي انا دي الحاجه الوحيده، وده لوم على اللعيبه مش على المدرب. في حاله عدم توهان، تركيز، ضغط، مع ان انتوا المفروض لعيبه كبار، المفروض الكلام ده يعني شفناه قبل كده كتير يعني. بس خلاص الحمد لله على كل شيء. انا الفرقه دي لازم يتحط عليها هنا، الفرقه دي مش قويه، الفرقه دي عندها مساحات ودفاعها ضعيف جدا. بس انت النهارده لو يعني في الفول باور بتاعك انت تكسب الفرقه.